صباح الخير عليكم يا حبايبي، صباح النشاط وصباح الفل عليكم وصباح الغسيل على الصبح. قمنا بقى على الصبح كده قلت ما اشغل غساله لان الاريال خلاص عندي ما عادش عندي يا دوب والغسيل كل ده غسيل اهو. بصوا كل ده غسيل اهو. فقلت بقى اشغل عندي غساله اللي هي بتاع الاطفال يعني اهي. فقلت امليها كده واشغلها على الهدوم. حطيت بقى الدش هنا باملي بقى الغساله بيها، وقلت عشان اخلص بقى انجز يعني الهدوم دي في ساعتها كده. والله انا كنت حاطه في الغساله الاوتوماتيك، بس قلت لا ده انا هفضل اغسل كام مره. قلت لا انا هشغل الغساله بقى واغسل على طول. يعني هدخل دلوقتي اشيل الغسيل من البلكونه وانشر تاني ويلا بقى. وربنا يقوينا يا حبايبي ان شاء الله، ويقوي يا رب كل ام في بيتها يا رب العالمين. يعني الحمام انا بتكلم من بره الحمام، انا واقفه بره الحمام وبتكلم. عمر الحنجي طبعا ما سابنيش في حالي، واقف بيملي لي الحنفيه. طبعا مش حاطه الكهرباء، يعني الكهرباء لسه ما وصلتهاش اهي. الفيشه لسه في ايديا اهي، لسه ما حطيتش الكهرباء. واول ما اوصل الكهرباء طلعها طبعا بره، لانه ربنا يحفظه يا رب ويحفظ عيالكم يا رب العالمين. ما ينفعش يبقى عيل جنب الغساله. انا اول مره اغسل وهم معايا، وربنا يقويكم يا حبايبي. حطيت بقى شويه اريال عادي اهو، وعندي كلور الوان كده احط منه شويه. اه اه يلا اطلع بره. عمر بيقول لكم لايك لماما. لايك ماما. وشوفوا الثانيه قاعده ازاي. لايك لماما. واشوفكم على خير يا حبايبي ومع السلامه. لايك 2. وقولوا اشتراك لماما. كاك ماما. اشوفكم على خير يا حبايبي مع السلامه.